كنا زمان حتى واحنا بندرس في الكليه امهاتنا وستاتنا وكده كنا نسمع عن الخشونه دي بتاعت الناس الكبيره في السن. ليه دلوقتي بقينا بنشوف الخشونه 30 و40 بنشوف خشونه؟ اكشوال الوقت في الستات 35 والرجاله 40 45. في عوامل كتير طرقت علينا. اول حاجه طبيعه الحياه. يعني الاول كان زمان اهالينا وجدودنا والناس الفلاحين تلاقي شغل من الفجر ويرجع الظهر ومش عارف، وطبيعه الاكل وطبيعه النشاط. الوقت الوضع اختلف خالص. يعني القعده كتير والفاست فود وقله ممارسه الرياضه في بعض الناس، ده بيخلي الوزن زياده قوي وضعف العضلات، وكمان احيانا ممارسه الرياضه بطريقه غلط ويؤدي الى اصابات متكرره في الغضروف وما يلتحمش ويبدا الخشونه تزيد. المجهود ده لان احنا هنرجع ونقول زي ما بنقول الناس في العياده ان الغضروف ده حاجه زي كاوتش العربيه بيتاكل مع الزمن وله عمر افتراضي ربنا خلقنا بيه، فلما يتحط تحت ظروف معينه مش مناسبه بيتاكل بشكل سريع، وده اللي بيحصل في الشباب او صغار السن. دي حاجه. احيانا يبقى في اعوجاج خلقي مولود بيه، تقوس، يعني تقوس، تلاقي تقوس للداخل او الخارج. احنا كده بنتكلم على الاسباب بقى. على الاسباب. وزن زايد، وزن زايد طبعا في وراثه ما يقدرش يجي ناحيتها. تمام. العوجاج او التشوه، او واحد جاي له كسر وهو صغير وما اتعملش صح فرجلي معوجه. دي حاجه ثالثه، الاصابات المتكرره للغضروف الهلالي او غياب الرباط الصليبي الامامي او الخلفي لاصابه قديمه عن الرجل. الرباط الصليبي ده اللي مش موجود، الرجل بتاكل بعضيها بشكل شديد جدا. او طبيعه الشغل، وبالذات الناس اللي بتحتاج ان هي تقعد قعده القرفصاء اللي بنقول عليها السكوات بوزيشن. الوقت بشوف كتير ناس بيروحوا الجيم وبالذات الستات قالوا بيعملوا سكوات بشكل كتير جدا، وده بنحذر منه، ممنوع السكوات او يبقى بريكوشنز وبتحذير معينه، لان ده بياكل الغضروف الهلالي بشكل سريع جدا.